السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعيد عزيز السعيد. إن شاء الله يا جماعة النهارده هنعمل فكرة جديدة في فيديو جديد تمام عن آراء كلية التمريض في جامعة جنوب الوادي. معايا صديقي أنا صلاح أحمد مصطفى. إن شاء الله النهارده مع بعض هناخد آراء طلاب كلية التمريض من الفرقة الأولى الفرقة الثانية، ممكن آراء الدكاترة برضو، ويقولوا إيه للمجتمع برا عن كلية التمريض. إن أنا شايف المجتمع برضو إيه يعني ما يعرفش عن كلية التمريض أي حاجة. تمام، انتظرونا بقى وشاهدوا الفيديو للآخر هتلاقوا حاجات إن شاء الله يعني. واحد ثاني في كلية التمريض وهنسأل دلوقتي إيه رأيه عن كلية التمريض ونسبة الرضا عن حسين مصطفى كلية التمريض زي ما قلنا ان هي كيان يختلف عن طب وكيان محترم جدا، لكن للاسف يعني ان هو في مصر عندنا اعلام مش كويس يعني. طبعا زي ما احنا شفنا اخر فيلم طبعا للفنانه دورة اللي هي بتسيء للتمريض طبعا، واللي بيحصل في التمريض طبعا الكلام ده كله اصلا مش بيحصل. لكن كليه التمريض بامانه يعني كليه جميله جدا، كليه محترمه، كيان مختلف عن كل الكيان. هي طبعا مهنه زي المهنه الطبيه، كل واحد بيقوم بدور طبعا لكل عشان بعد كده نوصل لمرحله نشفي المريض. يعني كليه حلوه وراضي عنها يعني بصراحه بكل امانه انا راضي عن الكليه. يعني هي كليه حلوه بس هي نظره المجتمع لها يعني، بس كل اللي هنا بيقول لك ممرض وسرنجه وكذا يعني. التمريض أول حاجة طبعا كلية محترمة تمام، لا تقل أهمية عن الكليات الطبية مثل كلية الطب وكلية الصيدلة تمام. تقول لنا يا اسلام عن كلية التمريض. والله كلية التمريض يعني كلية محترمة وتخرج ناس يعني محترمة وكده، بس أنا في الأول يعني ما كنتش أسمع على حاجة اسمها تمريض خالص. كنت كل اللي أسمعه وأعرف عن حاجة التمريض لكن هو معهد وبيطلع حد من معهد وكده والكلام ده، ومثلا أي حد من دبلوم بيدخل تمريض. بس لما جيت في ثالثة ثانوي وكده بحثت وعرفت إن في حاجة اسمها كلية التمريض، بتخرج أخصائي تمريض بتكون من 4 سنين وبعد كده تاخد سنة امتياز تدريب في المستشفيات وكده، فعجبني الموضوع وكده وفضلت على أي كلية ثانية. والله الكليه هتبان صعبه في الاول لاي حد هيخشها، بالنسبه لان هو الدراسه كلها انجلش وهتبقى كلها مش انجلش عادي، لا ميديكال، فانت مش هتعرف تتعود على المصطلحات اللي انت تاخدها دي غير بعد فتره. فهي هتبقى صعبه في الاول بس مع شويه صبر ومع التعود والسمع الكتير والترديد للمصطلحات دي هتبقى الدنيا معاك عادي. وبعدين انت في حياتك هتبقى يعني انت مش هتعرف تدرس عربي، بعدين تبقى دراستك كلها انت مش هتعرف تدرس، مش هتعرف تفهم غير لما يكون الدراسه انجلش وبالمصطلحات اللي انت قعدت عليها. تمام، كنت عايز اعرف بس عملت ايه في ثالثة ثانوي؟ ثالثه ثانوي كنت قسمت ثالثه ثانوي، خدت على سنتين وجبت للاسف برضه 95 ونص، يعني ما جبتش برضه حاجات الطريق اللي انا حاطط في دماغي. الثانوي العام انا داخل كلية التمريض بمليون 97 ونص 400 من 410. أنا طبعا في ثالثة ثانوي الحمد لله ربنا كرمني وجبت مجموع 96%. 96% ده كان يجيب علوم، كلية علوم يعني كليات اللي تحت علوم تمام، وكلية تمريض. أنا بحثت طبعا عن الكليات كلها فلقيت كلية التمريض أهم كلية بالنسبة لي تمام، ولما بحثت عنها لقيتها كلية محترمة ودخلت التمريض الحمد لله. ده بالنسبة لربنا كرمني الحمد لله. أنت جبت كام في الثانوية العامة؟ 97. أنت كان نفسك تطلب حاجة غير كلية التمريض؟ ايوه طبعا يعني اي حد يسال كليه التمريض يقول يعني كان نفسي استحاله تلاقي حد يقول لك ايوه انا كان حلمي ان انا اخش مثلا كليه التمريض او حاجه زي كده. بس يعني انا كانت من الاولويات او من الترتيب، يعني انا كنت عارف بالكليه من قبل اخش ثالثه ثانوي او ثانيه ثانوي حاجه زي كده، وكانت من الاولويات يعني بعد اسنان وصيدله. وكان كل حلم اي حد طبعا دخل تمريض من زملائه طبعا هو كان عايز يدخل طبعا طب او صيدله او اسنان، لانه زي ما بيقولوا عندنا برضه الفكره اللي هي المتخلفه جدا اللي هي فكره كليات القمه، وزي ما قلنا ما فيش طبعا كليات قمه زي كده، وفي ناس ممكن بقى تقول لا ده في كليات لا ما فيش كليات قمه. القمه انك تكون طبعا ناجح في كليتك انت الاول طبعا، زي ما انت في مديرين ودكاتره برضه في طب او في صيدله او في اسنان. طبعا عندنا برضه في كليه التمريض عندنا ممكن تبقى معيد او دكتور زي كده، عادة تقدم على دراسات عليا، عادة تقدم على دبلومات زمالات، كل حاجه متاحه ليك زي كده. هو أنت كان نفسك تدخل حاجة ثانية غير كلية التمريض ولا تدخل كلية؟ أكيد يعني الواحد كان حلمه أكبر من كده، فبس الحمد لله على كل حال يعني دلوقتي الواحد راضي بكليته، ولو رجع بها الزمن ثاني هدخل تمريض. تمام. طب انت بقى عملت ايه مع المجموعة دي؟ كنت عايز تخش كلية تانية غير التمريض ولا بس اكيد اي حد دخل علم علوم كان في دماغه ان هو يخش طب، بس للاسف ربنا ما رادش، والحمد لله لعله خير انا هنا في تمريض، وان شاء الله يعني اطلع منها حياه كويسه.
يعني انت دلوقتي حبيت الكليه وشفت المواد بتاعتها فعليا، ولما دخلت وبصيت وطلعت بنفسك ما حدش قال لك كلام؟ انا كنت واخد فكره عنها زي ما بقول لك، كنت بحثت طبعا في جوجل وكنت سالت ناس اكبر مني زي كده. اما بعد كده لما دخلت في الكليه وتعمقت في الكليه جوه، شفت المواد، شفت الدراسات، سالت دكاتره، سالت معيدين، سالت ناس اكبر مني خبره وزي كده. لما نزلت اشتغلت بنفسي، لا لقيت الكليه كويسه جدا وجميله جدا، ولو عاد بي الزمن وكنت جايب مجموع طب بامانه هدخل كليه الطب. تمام. كنت عايز اسمع كده رايك كده ونصيحتك للطلاب بتاعت الثانوي تنصحهم بيه بالفتره الجايه. انصحه طبعا بالاجتهاد طبعا، والمذاكره اولا باول، تمام، ونم ربنا يكرمه ان شاء الله ونخش كل التمريض يعني لو ربنا رايد. توجه رساله للمجتمع نفسه بره، اللي هو اي واحد بيجيب مجموع او بيستخسروا فيها ويقولوا له لا كليه التمريض مش كويسه، او نظرتهم للتمريض او هم ما عندهمش المعلومات اللي تخليهم يعرفوا كليه التمريض انها كويسه. ايوه يعني هي كليه التمريض لازم، هي كليه حلوه وكده يعني، وبرضه يعني هي مخرجه ناس. يعني مثلا عندك مثلا الوزير بتاع الصحه السوداني مثلا، وزير الصحه السوداني واخد كليه تمريض من جامعه اسكندريه، ووزير الصحه يعني وزير الصحه مش لازم مقتصره على كل طب البشري بس، يعني ده حاجه اسمها وزاره الصحه. يعني اي حد من طب التمريض اهم حاجه يبقى عنده الكفاءه من الصيدله والمدير، اهم حاجه يبقى عنده الكفاءه والكواليتي. اسمع نصيحتك كده لطلاب ثانويه عامه كده، يعني انت جايب برضه مجموع بالنسبه لي انا حاجه كبيره جدا، يعني مش ناس كتير تتمنى تجيب المجموع ده، فحابب اسمع نصيحتك برضه وهي يعني بتقول للطلاب بتاعت الثانوي. والله بلاش يعني انا شخص مرجوع، ف اهم حاجه وقت الامتحانات يعني انت تذاكر اول باول، ما تركمش ما تخليش حاجه تتراكم عليك، وانت تلاقي الدنيا ما فيش ضغط عشان ما فيش حاجه بتتراكم عليك. كل ما تذاكر اول باول وكل ما تسيبش مواد عليك مش هيبقى عليك ضغط ثانويه عامه، ضغط الثانويه عامه ده هيقل عنك بس، فبالتالي هتعرف تأدي. وقت ما يجي قرب وقت الامتحانات اكتر هيبدا الكميه اللي عايز تراجعها وعايز تذاكرها اقل، فهتعرف تنجز وهتعرف ان شاء الله تخش تجيب مجموع كويس. شفت راي الدكتوره معانا نصيحتها لطلاب كليه التمريض معانا. اولا انا نصيحتي لكم كطلبه في كليه التمريض الجد والاجتهاد والالتزام باخلاقيات المهنه. الالتزام اللي قدامك ده مريض ليك حقوق وواجبات عليك، وانت نفسك كمقدم الخدمه في المجتمع ليك حقوق وواجبات برضه على المجتمع وعلى المريض اللي قدامك. وزي ما قلت الجد والاجتهاد في الدراسه والايمان بالعمل الجاد والكلام ده. كمان كليه التمريض دي من الكليات المهمه جدا جدا على مستوى العالم كله وعلى مستوى المجتمع، والطالب بتاعها من الطلبه المتميزين المؤثرين في الخدمه الطبيه اللي بتقدم في المجتمع كله. شكرا. كده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، يا رب يعجبكم، يا رب ان شاء الله تستفيدوا منه. وايه رايك يا سعيد في الكلام اللي قاله طبعا؟ لا هو بس انا شايف ان معظم الطلاب متفقين في حته ان هي الكليه واخده سمعه كويسه مش كويسه. بص احنا الواحد مننا دوره ان يحسن صوره الكليه قدام الناس. انت خلاص دخلت كليه هتتعلم فيها، هتخرج منها تحاول تحسن صوت الناس. طالما انت شايف ان الكليه واخده سمعه مش كويسه فانت خلاص دورك، انت مش هتقدر تعمل حاجه اصلا. كل اللي انت تقدر تعمله ان انت تحسن الصوره دي قدام الناس، فمش هتعرف تقعد كل واحد تقول له لا دي كليه كويسه. انت بس ما عليك ان انت تجتهد وتعمل اللي عليك، وان شاء الله ربنا يكرمك كده والتمريض يبقى ليه صوره كويسه. وكده يا جماعه بقى وصلنا لنهايه الفيديو. تمام، بحب نشكر صديقنا عبد الله اللي غامر التصوير يعني وتعبان معنا جدا، وبنشكركم جميعا لمشاهدتكم.